القصة: في قرية صغيرة جنب البحر، كان فيه ولد اسمه سليم، عنده 14 سنة، وكان حلمه الوحيد يركب مركب ويمشي بعيد يشوف العالم. بس كان في دايما صوت يقول له: لسه صغير، خليك في مكانك. وفي يوم لقي رسالة قديمة جوه كتاب في مكتبة جده، مكتوب فيها: ابحث عن النقطة الزرقاء في البحر، هناك هتلقى الحقيقة. تاني يوم، من غير ما يقول لحد، خد قارب صغير وطلع لوحده وسط الموج. البحر كان هادي، بس قلبه مليان قلق وفرحة. بعد وقت قصير، لمح نقطة زرقاء لامعة في وسط المياه. قرب منها ولقي إنها مش نقطة، دي كانت سلحفاة ضخمة جدا، لونها أزرق سماوي، وفي ظهرها نقش غريب شبه الخريطة. رجع سليم وهو حاسس لأول مرة إنه عمل حاجة لوحده، وإنه جاهز لأي حلم. ومن يومها بقي كل يوم يخرج بالقارب، مش عشان يهرب، لكن عشان يكتشف أكتر عن نفسه.